الكرة بتاعت ياسر ابراهيم مدافع البنك الاهلي بيشدوا كده كده، والناس اللي قاعده في الفار ولا الهوا شالوا فيشه الفار وقاعدين بيشربوا شيشه. الكرة بقى بتاعت رامي ربيعه دلوقتي الكرة جت في ايده امين هاند بول، لكن الكرة بعد كده جت في استحواذ لعيبه البنك الاهلي. اذا دي كرة جديده، مش هنعلمكم يعني ايه تحكموا، يعني ايه قوانين التحكيم. الفار بيتدخل ليه؟ دلوقتي الشيشه عمل الشيشه خلاص، عمل حجرين وحط الفيشه، ودلوقتي الفار اشتغل. يا عم انا مستواي وحش اديني حقي. والبهوات بقى اللي بيقعدوا يقولوا الدوله بتساعدكم والتحكيم بيساعدكم، ايه اخباركم ايه دلوقتي؟ مش هنسمع صوتكم دلوقتي طبعا. لما الاهلي بيتظلم بتسكتوا كده وما تتكلموش. وانت يا عم رامي بعد اذنك ما تعملش الحركه دي، عشان واحد بص تتفقر منها الصراحه. والمستوى المتدني من الفرقه ده لازم يكون ليه وقفه. احنا شايفين حاجات انتوا كاداره مش شايفينها، مثلا مشاكل مع امام ومشاكل مع الشناوي ومشاكل. انا جاي انا في مدرسه انا مشاكل دي ومشاكل دي. عايزين نلعب كوره يا جماعه. لعيبه لو نازله يا جماعه مركزه في الانتر كونتيننتال انسى. آفة موجودة في الجيل ده غير جيل ابو تريكة، هم غرور وهنجيب جون في اي لحظة. ويا باشا انا بكون قاعد مركز في البطولة العالمية ومش مركز في الدوري. طب الدوري يا ابني هيضيع منك يا لهوي. طب هلعبه في اخر ماتشين ثلاثة. لكن حد يقعد مع اللعيبة دي يقرص لي ودانها ويقول لها يا بعد اذنكم ركزوا خلصوا الدوري بدري عشان تريحوا، عشان ترتاحوا وتعملوا روتيشن في اخر الموسم. فيش يا باشا الكلام ده، مفيش. انا حتة مشجع عادي اللي بيقول الكلام ده، لكن الناس اللي قاعدة في الإدارة قاعدة بتحل مشكلة امام مع الشناوي.